السلام عليكم. الكل يتفق على أن مسلسل ابتسم أيها الجنرال يعتبر نقلة نوعية في الدراما السورية، وخاصة أنها بعيدة عن تحكم مخابرات النظام السوري، بل وإنها تحاكي إجرام العائلة الحاكمة السورية. ورغم أن إدارة هذا العمل الدرامي تقول بأن جميع شخصيات المسلسل وأحداثه من وحي الخيال، وأن أي تشابه بينها وبين شخصيات حقيقية هو من قبيل الصدفة، ولكن بمجرد عرض الحلقة الأولى للمسلسل ربط المشاهدون بين شخصية وضاح فضل الله ووزير الدفاع السوري الأسبق مصطفى طلاس، الذي كان مشهورا عنه علاقاته الغير شرعية مع نساء وضباط المسؤولين الكبار في النظام السوري. بل وكان طموحه أكبر، فقد كان طلاس مولعا بالفنانات الأوروبيات، إذ كان يرسل الهدايا الثمينة للممثلة الإيطالية جينا لولو بريجيدا، وكان يعلق صورة عارية لها على جدران مكتبه في القيادة العامة. وأيضا كان يرسل الهدايا النفيسة للفنانة البلغارية مونيكا. الأمر لم يتوقف على ذلك، بل إن ولعه بالنساء أعمى قلبه، وأوقعته هذه الشهوانية في غرام جاسوسة إسرائيلية تدعى ديانا سيدني. وقد كانت تكلفة هذه العلاقة هي حصول إسرائيل على أماكن بطاريات الصواريخ السورية في البقاع، وقامت إسرائيل بقصفها كلها خلال ساعتين. وبنفس اليوم أسقطت إسرائيل 29 مقاتلة حربية سورية. وبقي طلاس في منصبه رغم معرفة حافظ الأسد بتفاصيل علاقته بهذه الجاسوسة.